لو فيديوهاتك بتوقف عند 2 أو 3 مشاهدات وبتحس إن اليوتيوب مش عايزة، اسمع ال5 أسرار دول قبل ما تيأس، وإن شاء الله هنحل المشكلة. السر الأول معانا هو أول 10 ثواني. أول 10 ثواني يعتبر مسير الفيديو. طب إيه هنعمل؟ أول 10 ثواني تحدد إذا المشاهد يكمل الفيديو أو لا. طب كيف نعملها؟ أول حاجة ابدأ مباشرة بنقط مهمة أو سؤال يشد الفضول. طب هيا هنعمل بعد كده، خلي أول لقطة مثلا متحركة أو استخدم نص على الشاشة. مثال عملي: لو الفيديو بتاعك عن زيادة المشاهدات مثلا، قول مباشرة لو عايز المشاهدات تكبر بسرعة خد 3 خطوات بسيطة هتفرق معاك، وتجنب حشو أو مقدمات طويلة في أول 10 ثواني. والسر التاني معانا هي شاشات متحركة باستمرار. الفكرة ان المشاهد لما يشوف شاشات ثابتة يزهق ويقفل الفيديو. طب كيف نعملها شاشات متحركة باستمرار؟ اول حاجة استخدم الاسهم او التكبير او نصوص تظهر كل 10 ثواني. تمام. امثلة مثلا: سهم على النقطة مهمة، مثلا لو في الفيديو نقطة مهمة تعمل سهم عليها. 2. رقم بيظهر مثلا مصغر على الشاشة. رقم مثلا لو قلت مثلا في السر التاني تكتب على الشاشة كده السر التاني. تمام. السر الثالث معانا: لا تحرق كل الكلام بدري. يعني ايه لا تحرق كل الكلام بدري؟ الفكرة اكبر غلطة هي تقولها كل حاجة في البداية، المشاهد يعرف كل شيء ويقفل ايه الفيديو. يعني ايه؟ يعني لو قلت كل الكلام او كل السر اللي انا عملته قلتم في اول الفيديو كده، المشاهد خلاص يعتبر عرف كل الافكار، فهيبدأ يطلع من الفيديو، مش هيكمل الفيديو معايا. تمام. بعد كده كيف نعملها؟ اول حاجة لازم توزع المعلومات على طول الفيديو. بعد كده تستخدم جمل تشد المشاهد ليكمل ايه الفيديو. مثلا: خليك معايا اللي جاي اهم بكتير. هيبدأ بقى المشاهد يكمل معاك. مثال تاني: اول دقيقة تقول النقطة الاولى والتانية بعد كده التالتة، وهكذا يعني تكمل على طول. السر الرابع معانا اللي هو الفيديو القصير افضل من الطويل. الفكرة ان الناس تمل تكمل الفيديو 6 دقايق او 4 دقايق اكتر من 10 دقايق او 15 دقيقة. انت من رأيك تكمل ال6 دقايق ولا اكتر من 15 دقيقة؟ طبعا هتقول لي ال6 دقايق. طب كيف تعملها؟ اول حاجة تقصر الشرح المقاطع. مثلا الفيديو معاك جاب 10 دقايق، تقصر 5 دقايق لكل فكرة. تمام. بعد كده قسم الفيديو الطويل لأجزاء، كل جزء فيه حركة، مثال نص سهم أو أرقام زي كده. مثال عملي: لو أنت بتشرح أداة واحدة في اليوتيوب، تمام، كل جزء بدل ما تشرح 5 أدوات اشرح مرة واحدة بس. تمام. بعد كده هندخل على السر الخامس اللي هو ما تحكمش على الفيديو بدري. يعني ايه ما تحكمش على الفيديو بدري؟ يعني الفيديو مثلا اللي جاب معاك في مشاهدتين 3 مشاهدات في أول يوم، أو الفيديو ده مش فاشل خالص، كيف تعملها؟ استمر أول حاجة في النشر والتجارب، والفيديوهات ممكن يبدأ يتحرك بعد كده يوم أو 3 أيام، خصوصا لو الناس بدأت تكمل أكثر. مثال عملي: لو فيديو بتاعك الأخير بدأ ب16 مشاهدة، تمام، في أول 3 ساعات، وبعد كده يوم وصل ل60 مشاهدة، ده كده يعتبر خلاص. بعد كده اليوتيوب هيبدأ يقترحه الناس تاني. الخلاصة هنا: المشاهدات مش بتزيد بالحظ، بتزيد لما المشاهد يكمل الفيديو ويحب يشوف الجزء اللي جاي، بعد كده ايه يشوف الفيديو اللي بعده. خليك مركز على الفيديو من جوا ومش بس على الصورة المصغرة او العنوان. اللي جوا هو اللي هيخلي اليوتيوب ينشر الفيديو اكتر واكتر.